الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه بعد. الصلاة والسلام. شيخ خالد، في سؤال عاوزك أو رسالة توصلها للناس. اللي بينشر النساء عريات، واللي بينشر مهرجان، واللي بيسخروا من بعض، وكسر الجهل وكسر الفتن. تمام. السؤال ده جميل جدا، فخدوا بالكم من الإجابة. بص، صل على النبي. أنت لما بتنشر صور عارية، أنت غرضك إيه بالظبط؟ غرضك إن أنا أضحك؟ طب ماشي، أنت هتضحك أنا هضحك، بس أنت هتبكي بدل الدموع ده يوم القيامة لما تلاقيه في ميزان سيئاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ مفيش واحد بيدل على معصية إلا وله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا لو خدت الصورة ونزلتها على صفحتي، وأخويا خد مني الصورة، وزميلي خد مني الصورة، وجاري خد مني الصورة، فده كله ده سيئات. أو أنا عندي ناس متابعة ليا على الفيس بتنزل صور عارية، سواء في نكت أو عامة. البنت دي حلوة خالص، مش عارف البنت دي مالها ايه ايه الجمال ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايوه بتعمل ايه؟ قول لي. انا عشان مثلا اعرف انك شبح مثلا ولا ايه؟ طيب بص، انت ما تبصش لمنظور دنيوي، بص لمنظور اخروي، بص للاخره دي هتكون في ميزان سيئاتك ولا حسناتك. طب ايه السيئات؟ قارن على طول، دي هتكون يوم القيامة فيها حق وباطل. الصور دي هتكون مع الحق ولا مع الباطل؟ اذهب فلقد أفتيت نفسك مع الباطل طبعا. كذلك الناس اللي بتنزل استراحات أغاني، يا حبيبي جمالك مش هيزيد، دي ذنوبك اللي هتزيد. والله ذنوبك اللي هتزيد. والله أنا صعبان عليا، والله أنا بجرف او خلاص بقى انا زهقت وجرفت ان انا افتح السيرفرات، سواء واتس ولا فيس ولا ده ينزل له اغنيه على اغنيه على اغنيه. والغباء اكتر ان الناس بتنزل لها ايه قران، والاسطوره اللي بعديها على طول اغنيه. طب تيجي ازاي؟ ايوه بعد كده انت عاوزني مثلا اعرفك انك شبه الاشباح ولا ايه؟ طيب انا جاي اوعيك بس. فوق بالله عليك، فوق والله العظيم هتندم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون. خد بالك، احذروا من اي بوست حرام ينزل. يا عم نازل ديني، يا عم مش هتنزل ديني، ما تنزلش حافة معصية. خلاص انت مثلا خلاص مش عارف تبقى متدين، ما تبقاش سيء، اكفي شرك، اكفي الناس شرك. النبي قال لك لو كفيت شرك دي حسنة ليك، تاخد بها حسنة. اكفي عن الناس شرك بالله عليك. خدوا بالكم، لأن ربنا قال لكم ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ايه؟ اتقيني، خافيني، عظميني. وبعد كده أظن الرسالة وصلت، وأنا جيت أنبهك بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.